متابعيني الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض، احنا عملنا مع بعض الكحك الجاهز، النهارده هنعمل مع بعض الكحك البلدي بتاعنا اللي هو دقيقنا بحاجتنا بكله. خلاص هنعمله ولا هو على السخن ولا هو على البارد، وسط. هندفي السمنه بتاعتنا، هنسيحها بحيث ان هي تبقى دافيه، مش تبقى سخنه خالص مقدوحه، ولا تبقى بارده خالص من التلاجة. خلاص، اول حاجه عندي كيلو من الدقيق، عليه 550 جرام من السمنة، عليه 3 معالق كبار من السمسم، معلقتين كبار من السكر البودرة، معلقة واحدة من ريحة الكحك، نص معلقة صغيرة خميرة، ربع معلقة بيكنج باودر. خلاص، اول حاجة هاخدها هسيح السمنة بتاعتي كده على النار اهو، هفتح عليها النار اخليها بس تسيح، ما تسخنش جامد، يا دوبك تفك عندي كده. خلاص، بعد كده هاخد الميه بتاعتي احط فيها نص معلقه خميره، نص معلقه صغيره اهو، بصوا نص معلقه صغيره. خلاص اهو، نص معلقه خميره صغيره، وهسيبها على جنب. دي كوبايه الا ربع من الميه، يبقى انا عندي مقاديري: كيلو دقيق بياخد 550 جرام من السمنه، كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، 3 معالق كبار سمسم، معلقتين سكر بودره، معلقه ريحه كحك، ذره ملح، وربع معلقه بيكنج باودر. هجيب بقى الطبق بتاعي واشتغل على طول. اول حاجه هنخل الدقيق بتاعي، هو نضيف، بنستعمل دقيق جميع الاغراض. خلاص، هننخله بس كده اهو، هو نضيف مفيهوش حاجه، بس لازم ننخل الدقيق قبل ما نعمل بيه اي حاجه. خلاص، نطلع منه الهواء. بصوا يا حبايبي، نخلت الدقيق، هنزل بقى بالمكونات الجافه بتاعتي: السمسم والسكر البودره وريحه الكحك. خلاص، وربع معلقه من البيكنج باودر، ربع معلقه. خلاص، ربع معلقه من البيكنج باودر اهو، وهقلب المقادير بتاعتي كده، دي الجافه اهي. خلاص، وهنزل بالسمنه بتاعتي، السمنه عندي دفيت اهي ما سخنتش. خلاص، هنزل بقى بالسمنه بتاعتي اهو، بسم الله، هنزل بالسمنه بتاعتي كده. خلاص، وهقلب بسم الله. هي عندي دافيه، احنا زي ما اتفقنا هنعملها دافيه، مش هنقدح السمنه بتاعتنا. خلاص، يعني ايدينا تستحملها. خلاص، وهفركه جامد كده اهو، بسم الله. اخلي بقى الدقيق كله كده يتشرب بالسمنه بتاعتي قبل ما احط الخميره بتاعتي. خلاص، دي بقى المرحله اللي هي بتاعت البس. بصوا الدقيق شرب السمنه بتاعتي ليه؟ عشان السمنه بتاعتي دافيه. خلاص، ما بياخدش وقت في البس بتاعه، عشان السمنه طول ما هي دافيه بتساعدنا في البس. خلاص، هنفضل نبس فيه بقى كده شويه حلوين. خلاص، البس اهو جامد، كل الدقيق عندي اتشرب بالسمنه. خلاص اهو، هعمل ايه بقى؟ هعمل كده فحره كده اهو، وانزل بالخميره بتاعتي، كوبايه الا ربع ميه، عليها نص معلقه خميره. خلاص اهو، وعجينه بقى بسم الله اهو. بصوا يا حبايب قلبي كده خلصت عجين اهو. همسك بقى العجينه بتاعتي كده، اغطيها بقى واسيبها بقى شويه تختمر كده، يعني نص ساعه ولا حاجه، وكل ما تقعد هيبقى احسن، يعني قعدت ساعتين 3 مفيش اي مشكله، ما تقلقوش خالص. وبعد كده هنشكلها زي ما شكلت معاكم الكحك امبارح في الفيديو بتاع الكحك الجاهز، نفس الطريقه برضه. عايزين مكسرات، عايزين ملبن، عايزين عجوه، عايزينه ساده، هيتشكل خالص ويستوي عادي. خلاص،